السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى من الله تكونوا كلكم على خير وبخير بصحة جيدة يا ربي، داخل الوطن وخارج الوطن. نتمنى من الله يلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية. اليوم جيت نحضر معكم هاد الحلوى، كتجي لذيذة وراقية، كتجي غزالة من ضمن حلويات العيد. هاد الحلوى كتجي لذيذة لذيذة، البنة ديالها خطيرة، وغير بعجينه وحده حضريها 3 ديال الشكيلات ديال الحلوى. كيجيو لذاذ، فرحوا بهم وليداتكم. راه الدراري كيحماقوا على هاد الحلوى بحال هكا بالشكلاط، كتجي في منتهى الروعه، لذيذه بواحد المكونات غادي نزيدوهم لا غيزيدها لذة على لذة. غتجي هاد الحلوى رائعه. واللي باقي كيتفرج حتى دابا ما تنساونيش من واحد اللايك وواحد التعليق زوين. واللي اول مره كيزور القناه ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد. عندنا في هاد الحلوى كنحتاجوا واحد المارغرين، الوزن ديالها 250 غرام. 250 غرام ديال الزبده. عندنا 2 الكيسان ديال السكر سنيده بالعبار ديال الكاس ديال العنبه. عندنا واحد الفاني للتنسيم. كنخدموا الزبده مزيان هي والسكر مزيان، وعاد كنضيفوا الزيت. عندنا 2 كيسان ديال الزيت، 2 كيسان ديال الزيت بالعبار ديال الكاس ديال العنبه. ما عندكمش الكاس ديال العنبه، بالنسبه للسكر عندنا 200 غرام ديال السكر و200 مليلتر ديال الزيت. كنخدموا السكر والزيت والزبده مزيان حتى كيرجع لنا على شكل كريمي، على هذا الشكل. كنضيفوا واحد 3 ديال البيضات يكونوا بحراره المطبخ. واحد القبيصه ديال الملحه ضروري باش تصحح لنا الذوق وجينا الحلوى ديالنا لذيذه. بالنسبه للاضافات اللي كنضيفوا لهاد الحلوى باش تجينا لذيذه ومرمله، عندنا واحد الكاس ديال الزنجلان محمر ومطحون مليين، وواحد الكاس ديال الكاوكاو محمر ومطحون. يمكن لكم تضيفوا هاد الاضافات كاوكاو والزنجلان، يمكن لكم تستغناو عليها، ديروا غير منسمات بحال الفاني، الزهر، قشور حامضه محكوكه. ولكن هاد الزنجلان وكاوكاو كيعطيو واحد البنه، كتجي واحد البنه فيها خطيره. دابا كنضيفوا الدقيق. انا غادي نعبر معكم بالكاس باش نقول لكم شحال دخلت ديال الدقيق في هاد الحلوى. انا خدات لي هاد الحلوى خدات لي 9 ديال الكيسان والنص ديال الدقيق، يعني كيلو ديال الدقيق كيبقى منه نص كاس بالعبار ديال الكاس ديال العنبه. يعني كيلو الدقيق كيبقى منه 50 غرام ديال الدقيق. دابا كنخدمو مزيان الحلوى ديالنا حتى كنحصلوا على القوام اللي بغينا. عندنا واحد 3 ديال الخمارات من فئة 7 غرام. دابا من بعد ما جمعنا الحلوى ديالنا صافي، كتجي العجينه ما كتجيش قاصحه بزاف وما كتجيش مرخوفه بزاف، بين وبين باش تجيكم الحلوى هشيشه وزوينه، ما تقصحوهاش بزاف. دابا النص غادي نخليوه هكاك، والنص غنضيفوا له واحد المعلقه ديال الكاكاو المر، الغبره ديال الشكلاط ديال الحلوى كنضيفوا لها معلقه صغيره.
دابا كنحتاجو هاد البوق هذا اللي غادي نصاوبو به. ها نتوما كنشكلوها على شكل وريضات بحال هاد الشكل، كنديروها غير صغيره، ما كنديروهاش كبيره بزاف لحقاش غادي نلصقوها بالشكلاط. ما تكبروهاش بزاف، غير على هاد الشكل. كنستمر على هاد الشكل حتى كنسالي. بالنسبه للنص كنديرو على شكل وريضه مدور، والنص الثاني كنديرو مايل واحد شويه، كنشكلو هكا جوج شكيلات، وانتم تفنوا كما بغيتو. دابا كنستمر على هذا الشكل حتى كنسالي الحلوه ديالي كامله. بالنسبه للفران كيكون عندنا سخون من قبل، ومني كندخلوا الحلوه ديالنا للفران كنديروه كنشعلوه، العافيه كتكون لتحت والحلوه الفوق حتى كتنفخ معانا وكتحمر واحد شويه من التحت، وعاد كنهبطوها لتحت والعافيه تكون فوق منا وتحمر. بالنسبه انا عندي الفران غازي، كما قلت لكم كتشعلوا الفران مزيان حتى كيسخن مزيان، وكتدخلوها للفران وكتخليو العافيه مهيله بحال غطيبوا الكيكه. الحلوى دائما طيب على عافيه مهيله، وكتريا شي الصابلي ضروري خصو يكون العافيه مهيله. والفران الكهربائي كل سيده راه كتعرف الفران ديالها. دابا كنقطعوا الشكل الثاني بهذا الطابع مربع على شكل طولي مستطيل. يمكن لكم تستعملوا الطابع اللي عندكم دائري مربع، انا عندي هذا الطابع هذا مستطيل استعملته كيجي زوين. دابا قطعت الشكل الاول، الثاني ما غنزينوش، غنخليه هكاك، كنشرط بحال هكا بالفرشيطه وكنقطع بهذا الطابع. بالنسبه لهذا الشكل هذا غنخليه غير هكا، غير غنلصقهم بالشكلاط وغنخليهم هكاك. هاد الحلوى صدقوني كتجي لذيذه بداك الكاوكاو والزنجله اللي كنضيفوا لها محرق محمر، كتجي غزاله، المذاق ديالها لذيذ لذيذ ما تشبعوش منه. كنستمر على هاد الشكل حتى كنسالي الحلوى ديالي كامله. دابا الحلوى ديالي من بعد ما طابت كتجي على هاد الشكل محمره غزاله. كما قلت لكم الفران يكون مهيله، العافيه مهيله، وكطيب الحلوى ديالنا على خاطره. والصابلي ديالنا حتى هو من بعد ما طاب كيجي على هذا الشكل مذهب، كيجي في منتهى الروعه. ها نتوما مذهب تبارك الله. والشكل الثالث اللي شرطناه بالفوخشيطه كيجي على هذا الشكل حتى هو. كنحمروه هذا مزيان لحقاش ما غنزينوه ما والو. بالنسبه للتزيين كنديروا الشكلاط الاسود وكنلصقوهم بحال هكا. بالنسبه لهذا الشكلاط انا ضفت له شويه ديال الزيت وشويه ديال العسل باش كيجينا هكا مذهب. الا كنتو غتلصقوا به، اما الا كنتو غدهنوا به من الفوق من الاحسن الشكلاط يبقى هكاك، ما تضيفولوش حتى اضافات. هاد الحلوى كتجي لذيذه لذيذه لذيذه، غير جربوها وردوا عليا. بالنسبه للشكل الثاني كنلصقو حتى هو بداك الشكلاط اللي لصقنا به الحلوى الاولى، وغادي نغطسوه في الشكلاط. ها نتوما كيف كتجي غزاله هاد الحلوى في منتهى الروعه. دابا كنزينوها كنغطسوها في الشكلاط. بالنسبه للشكلاط عندي ما ضفتلو حتى اضافات، كندوبو غير هو في حمام مريم وصافي، وكنغطسو فيه الحلوى ديالنا، كنزينو فيه الحلوى ديالنا. ومن الاحسن الحلوى ديروها على شي بلاستيكه بحال هكا، اولا ورق الطبخ، اولا الشبكه الا عندكم داك الشبكه ديال الحديد، انا ما عنديش. حتى كتيبس الحلوى عاد كنحيدوه. دابا بالنسبه للشكل الثالث كنخليوه غير هكا، غير كنلصقوهم بالشكلاط وصافي. هاد الحلوى كيحماقوا عليها الوليدات، كتجي لذيذه
غزاله ما تشبعوش منها، وكتحط كميه وفيره واقتصاديه ما فيهاش شي قوام بزاف. ها نتوما الحلوه ديالنا من بعد ما يبسات كتحيد بسهوله، وكنحيدوا لها داك الجنيبات هكا اللي كيكونوا زايدين، وصافي الحلوه ديالنا ها هي واجده. هاد الحلوى كيجي المذاق ديالها خطير بحال المذاق ديال بيمو اللي كيكون في الحانوت، كتجي لذيذه ما تشبعوش منها. والحلوى ديالنا كتجي على هاد الشكل، هذيك اللي شرطناها بالفورشيطه. والحلوى ديالنا من بعد ما وجدت كتجي على هاد الشكل، كتجي غزاله روعه. هاد الحلوى نتمنى تجربوها. وحتى لهاد الحين كنقول لكم عيد مبارك سعيد، يدخل عليكم بالصحة والسلامة وباش ما تمنيتو. ويلا تهلاو فراسكم، والى فيديو قادم ان شاء الله.